السلام عليكم متابعينا الكرام. يشهد المغرب في السنوات الأخيرة تحولات مناخية واضحة تتجلى في توالي فترات الجفاف من جهة، وحدوث تساقطات مطرية قوية ومركزة في فترات قصيرة من جهة أخرى، وهو ما يؤدي أحيانا إلى فيضانات مفاجئة وارتفاع سريع في منسوب الأودية والسدود الكبرى. ومع كل موسم ممطر يعود النقاش بقوة حول تدبير السدود، وخصوصا عند ملاحظة عمليات تفريغ المياه، حيث يعتقد البعض أن في ذلك تبديرا للثروة المائية، في حين أن الواقع التقني مختلف تماما. في هذا الفيديو سنناقش معكم خطوة بخطوة كيف تعمل السدود من الداخل، بعيدا عن الانطباعات السطحية أو الأحكام المتسرعة. سنبدأ أولا بتوضيح ما هو السد، ولماذا يعتبر منشأة استراتيجية لا تقتصر وظيفتها على تخزين المياه فقط. بعد ذلك سنتعرف على الأنظمة الأساسية داخل السد، ومنها المفيض ودوره، والمفرغ السفلي، وقاعة الآلات ومآخذ المياه. كما سنتطرق إلى كيفية اتخاذ قرارات التفريغ، وسنوضح أيضا لماذا قد يتم إطلاق المياه حتى عندما لا يكون السد ممتلئا بالكامل. ولكن متابعينا الكرام، قبل أن نستمر لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. لفهم هذا الموضوع لا بد من التعمق في كيفية عمل السدود والتعرف على أنظمتها الداخلية، وفهم المنطق الهندسي الذي يحكم قرارات التفريغ خاصة خلال فترات الفيضانات. ما هو السد؟ ولماذا يعتبر منشأة استراتيجية؟ السد هو منشأة هندسية كبرى تقام على مجرى مائي بهدف حجز المياه وتنظيم تدفقها عبر الزمن، وليس فقط تخزينها. وينجز السد لتحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، من أبرزها تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، ودعم النشاط الفلاحي عبر السقي المنتظم، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، وتقليص مخاطر الفيضانات وحماية الساكنة. وبالتالي فالسد يعد عنصرا أساسيا في الأمن المائي والاقتصادي والبيئي للبلاد. السد منظومة متكاملة وليس جدارا إسمنتيا فقط، خلافا للاعتقاد الشائع. السد ليس مجرد حاجز يمنع مرور المياه، بل هو منظومة هندسية ذكية تتكون من عدة أنظمة تعمل بشكل متكامل لضمان السلامة والاستغلال الأمثل. جسم السد، وهو الهيكل الرئيسي الذي يحجز المياه، ويصمم ليقاوم ضغطا مائيا هائلا، إضافة إلى الزلازل والتقلبات الحرارية، مع هامش أمان كبير. المفيض صمام الأمان الأساسي. المفيض هو أحد أهم عناصر السلامة في السد، وتكمن وظيفته في تصريف الفيضانات الكبيرة عند ارتفاع منسوب المياه. يمنع المفيض وصول المياه إلى قمة السد، لأن تجاوز هذا المستوى قد يؤدي إلى أخطار جسيمة تصل في أسوأ الحالات إلى زعزعة استقرار المنشأة. ويشتغل المفيض غالبا بطريقة تلقائية، حيث يبدأ الماء في العبور بمجرد بلوغ المنسوب المحدد هندسيا. المفرغ السفلي ودوره الحيوي. يقع المفرغ السفلي في الجزء السفلي من السد، وهو نظام أساسي للتحكم في المياه. يستعمل هذا المرفق في عدة حالات، ومن بينها خفض منسوب السد بشكل تدريجي، وتفريغ السد جزئيا أو كليا لأغراض تقنية،
وطرد الأوحال والرواسب التي تتجمع في القاع. خلال فترات الفيضانات يكون للمفرغ السفلي دور محوري في عملية تنظيف السد، لأن تراكم الأوحال يؤدي مع مرور الوقت إلى تقليص السعة التخزينية، وهي ظاهرة تعرف بالتوحل. مآخذ المياه وتشغيل التوربينات. تتوفر السدود على مآخذ مياه متعددة موزعة على مستويات مختلفة داخل الخزان، ويختار العمق المناسب حسب نوع الاستعمال. فمآخذ ماء الشرب يكون عادة في مستويات تضمن جودة عالية، بينما توجه مآخذ أخرى لتغذية قنوات السقي أو لتشغيل التوربينات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهرومائية. قاعة الآلات. قاعة الآلات هي القلب التقني للسد، حيث توجد التوربينات والمولدات الكهربائية. تعتمد هذه التوربينات على قوة اندفاع المياه لتوليد الكهرباء، ما يجعل التحكم في منسوب السد أمرا بالغ الحساسية، لأن أي ارتفاع مفرط قد يهدد سلامة هذه القاعة أو يعطل الوصول إليها. كيف يدار السد أثناء الفيضانات؟ خلال التساقطات الغزيرة يخضع السد لمراقبة دقيقة على مدار الساعة، تشمل تتبع منسوب المياه لحظة بلحظة، وتحليل التوقعات الجوية والهيدرولوجية، وتقدير حجم المياه الواردة مقارنة بالسعة المتبقية، وتقييم قدرة المجرى أسفل السد على استيعاب المياه المصرفة. بناء على هذه المعطيات تتخذ قرارات تقنية تهدف أساساً إلى الوقاية. لماذا يتم اللجوء إلى التفريغ الوقائي؟ قد يتم تفريغ جزء من مياه السد حتى قبل بلوغه أقصى طاقته الاستيعابية، وذلك من أجل خلق هامش أمان إضافي، والاستعداد لموجات فيضانية مفاجئة، وحماية جسم السد والمنشآت الملحقة به، وضمان استمرار التحكم في الأنظمة الحيوية. في الهندسة المائية ترك السد يصل إلى أقصى امتلاء دون احتياط يعد مجازفة خطيرة. ماذا يحدث إذا لم يتم التفريغ في الوقت المناسب؟ عدم التدخل في الوقت المناسب قد يؤدي إلى سيناريوهات معقدة، منها فيضان غير متحكم فيه، وتهديد مباشر للمناطق السكنية أسفل السد، وخسائر مادية جسيمة، وصعوبة التحكم في قاعة الآلات وتعطل أنظمة التشغيل. ولهذا تعتمد سياسة الوقاية بدل رد الفعل. وختاما متابعينا الكرام، السدود ليست مجرد خزانات لتجميع المياه، بل هي منشآت أمان استراتيجية تتطلب تدبيرا دقيقا وخبرة تقنية عالية. وما قد يبدو للبعض تفريغا غير مبرر، يكون في الواقع قرارا هندسيا محسوبا لحماية السد والساكنة والموارد المائية. ففي تدبير السدود السلامة دائما تسبق الامتلاء. أصدقائي، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، كما أطلب منكم مشاركتنا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد.